المكرونه الاسباجيتي اكله كلنا بنحبها ومحدش مختلف عليها. هقولك ازاي تطلعيها لونها احمر كده، وكمان الصوص بتاعها يكون مظبوط بشويه مكونات بسيطه، وهتبقى معاكي احلى مكرونه اسباجيتي، وهتقومي حالا تحضريها. طاسه فيها زيت على النار، هحط فيها بصله مقطعاها مكعبات، هقلب البصله كده لحد ما لونها يحمر وتاخد لون. احنا مش هننزل بالصلصه غير لما البصله تاخد لون يا جماعه، مش عايزينها تدبل، لا احنا عايزينها تاخد لون علشان لون المكرونه يكون يعني يكون حلو زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. اقلب كده لحد ما اللون يحمر. بعد كده نزلت بمعلقه كبيره من السكر، وهقلب البصل لحد ما تاخد لون. طبعا احنا مش عايزينه يكون لون غامق قوي، يعني هو يكون لون البصل مايل للون الاصفر. بعد كده بقى هنزل بثلاث معالق كبيره من الصلصه دي يا جماعه انا كنت عاملاها جاهزه، يعني كنت حطاها في الفريزر مفرزاها. هنزل بثلاث معالق. طبعا انتوا ممكن تستعملوا الصلصه اللي هي بتاعت البرطمانات الجاهزه. دي صلصه انا كنت عاملاها ومفرزاها. خدت منها 3 معالق، وطبعا على حسب كميه المكرونه اللي عندكم هقلبها كده مع البصله. وبعد كده بقى هنزل بالمكون التاني وهي الطماطم الفريش. هنزل بنص شفشق من الطماطم، يعني ما يقارب كوبايتين كبار او كوبايتين ونص من الطماطم الفريش. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وهنزل بقى بباقي المكونات بتاعتي وهي التوابل. اول حاجه هضيف معلقه صغيره من البابريكا، طبعا بتدي لون حلو جدا، ومعلقه من الكزبره، ونص معلقه من الفلفل الاسود، والملح بتاعي طبعا حسب الرغبه. بعد كده بقى هنزل بنص معلقه من الثوم البودر والبصل البودر. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. طبعا هسيب الصلصه دي تتسبك وتتقل على النار. بعد كده بقى هنزل بالمكرونه بتاعتي، انا كنت سلقاها ومصفياها. طبعا المكرونه يا جماعه مش بنسلقها قوي، يعني مش بنخليها تتهمك قوي في السلق، يعني تكون يعني ماسكه نفسها كده. انا بقى هضيف المكرونه للصلصه زي ما انتم شايفين يا جماعه، لونها تحفه بجد، وكمان لسه لما تتساب شويه على النار. في ناس بتعمل المكرونه بالطريقه ديت، ومثلا بتقوم رافعاها على طول من على النار للاكل على طول، بس بصراحه ما بتبقاش يعني ما بتبقاش حلوه. هي لازم تاخد شويه وقت في الترديد. انا سبتها لمده 15 دقيقه تتردد على نار هاديه. بعلي النار في الاول، وبعد كده بوطي النار خالص. بعد كده بقى بقدمها. طبعا يا جماعه كانت جميله جدا، جربوها بنفس الطريقه ويا رب تعجبكم. وادوها كده رشه جبنه من على الوش، وبالف هنا.